علاقتي بالميه بترجع لاكثر من 20 سنه، وده لما فكرت ان انا احقق حلم حياتي ان انا اعدي المانش، وده كان يعني كان حلم كبير جدا. فانا رحت للمسؤولين عن السباحه الطويله في الوقت دون، وقلت لهم والله انا عايز اعدي المانش. قالوا لي والله يا ابني انت لو عديت المانش هتبقى معجزه، لان ما سبقش لاي انسان في التاريخ بدون ساقين يعبر المانش. فكبروا الحلم في حياتي اكتر، وابتديت قلت لهم طب ايه المطلوب؟ قالوا لي المطلوب ان انت توصل ل 20 ساعه عوم وتستحمل الميه الساقعه. كل اللي حواليا كان بيقولوا يعني مجنون، يعني واحد سنه 20 سنه ورجليه 2 مقطوعين وما كانش ليه علاقه بالسباحه غير في المصيف، يعني ما انا سباح ولا انا بلعب سباحه اصلا، كنت لعيب كوره. فيعني كل الناس خدت الموضوع ان انا يعني اهو، وقعدت 10 سنين متواصله لان اتمرن عشان اعدي المانش. طبعا الناس عارفه يعني ايه مانش ويعني ايه مشاكل مانش، لان المانش طبعا نسبه النجاح فيه للسليم 7%، بالنسبه للمعوق حوالي 1%. النسبه بتاعتي ما فيش، ان انا بترم الزود بعوم بايديا بس. فانا طبعا يعني اتربيت على ان ما فيش مستحيل، ما فيش صعب، كله بفضل الله ممكن يتحقق. إلا الله. المسجد ليه دور في حياتي كبير جدا، خاصة بعد الإعاقة، لأن ما تأثرتش بالإعاقة، ما حسيتش إن أنا فقدت شيء، لأن يقيني إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي وهو اللي بيأخذ، فعلى قدر ما بيأخذ بيعطي. حتى كان تاريخ لا ينسى، هو 8/3/71 الساعة 4:15، وكنت راجع من المدرسة. كنت أنا وصاحبي كنت في أولى إعدادي وراجعين من مدرسة الشحات، وبعدين القطر كان شابك، وبعدين إحنا طبيعي بنعدي من تحت الضبان لما بيبقى القطر موجود، لأن مفيش كوبري. الناس بتعدي وبعدين صلاح قدامي وبعدين أنا وراه ومعدي من تحت، فاتحرك القطر. كان صلاح زقته وانا بقيت وراه، فالعجله اللي الناحيه الثانيه طالت رجليا اليمين، وحاولت ابعد رجلي الشمال، ولكن برضه نصيب ان هي داس عليها برضه القطر. فطبعا هي حتى قضاء وقدر، ولكن هو طبعا في اهمال مني طبعا ومن المسؤولين، لان المفروض يبقى القطر لا اما في كوبري ويبقى في حرم للسكه الحديد. كملت تعليمي طبعا لغاية لما وصلت دخلت كلية تجارة. فطبعا برضو حسيت ان انا لسه ما عملتش يعني حاجة، كان نفسي اعمل حاجة يعني. وانا صغير على سنة كنت بلعب كورة، وكنت في نادي الزمالك بلعب كورة، وكنت حريف، وكنت بحلم ان ابقى نجم يعني في الكورة يعني. فطبعا لما اتقطعت رجليا بقيت افكر في حاجة ثانية يعني ابقى نجم يعني فيها. فجيت تفكيري في حكاية المانش دي. احنا في وسط البحر قبل ما نوصل الشاطئ الفرنسي عشان مصطفى يبدأ محاولته لعبور المانش. كابتن نبيل الشاذلي معاه وعمالين يحطوا له الشحم عشان درجة الحرارة وبرودة الجسم على وبرودة المية على الجسم. هو المانش طوله 34 كيلو ستريت لاين، ولكن مع بياخد مد وجزر، فالإنسان ما بيعديش ستريت لاين أبدا، فبياخده في 50 أو 55 كيلو. طبعا بالنسبة لي أنا المسافة تبقى أطول على أساس إن أنا سرعتي هتبقى أقل. طبعا كان في خطورة وفي صعوبة بالنسبة لي، وكان في نوع من الشك، حتى الاتحاد ما كانش مؤمن بالفكرة دي،
ويعني كانوا عايزين يعملوا يوجهوني ان انا العب قوى او رفع اثقال، وانا كنت شايف ان طبعا ان عبور المانش ده خلود. عدى 8 ساعات، احساسك ايه دلوقتي يا مصطفى؟ اقول الحمد لله رب العالمين، لان انا كنت هطلع من اول ساعه، واقول الحمد لله ان انا قدرت اكمل لغايه دلوقتي. ممكن مصطفى ليه؟ وان شاء الله هكمل باذن الله. لا لو هقعد 20 ساعه هكمل ان شاء الله. والحمد لله ربنا وفقني ونجحت في هذه المحاوله سنه 92 بالظبط 25/8/92، وعملت المانش عديته في 16 ساعه و40 دقيقه، وكان انجاز عالمي كبير جدا. عملت عبور بحر المانش في 97 ولكن ما وفقتش، وعدت المحاوله في 98 ووفقت وعملتها في 13 ساعه و3 دقائق، ومن هنا خدت لقب ملك المانش.